احنا دلوقتي في عصر الذكاء الاصطناعي وعصر المودلز بتاع الاي اي وعصر كله بيستخدم الاي اي. عايزين نجاوب على سؤال محدد: هل الاي اي هيقدر يساعدنا في المذاكرة بطريقة فعالة نطلع فاهمين الكونسبت بطريقة صحيحة وبشكل اسهل من قبل كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد الجوهري. النهارده ان شاء الله نحاول نجاوب على السؤال ده. انا في الفترة دي براجع داتابيس سيستم، فقلت طيب ليه ما استخدمش الاي اي في المذاكرة بتاعتي والمراجعة؟ فقررت اعمل الفيديو ده النهارده 12/5/2026 لحد يوم 15/5 عن تيست هذه التجربة. هنستخدم ال AI في مذاكرتنا. هنمشي برود ماب بسيطة جدا عشان نسهل على نفسنا. حتى هنبدأ بكورسات موجودة على مهارة تك، مرورا بال AI، مرورا بقى نعمل بروجكت في الآخر. دي الكورسات. هنبدأ بأول كورس Database Fundamental، مرورا بترانزاكت، مرورا بإمبلمنت. 3 كورسات هنستخدمهم في هذه الرود ماب، هتلاقوا لينكات في الديسكريبشن تحت. ثانيا هنستخدم الاي اي في كتابه النوتس بتاعتنا والملاحظات والتلخيص اللي احنا هنحتاجه. هنستخدم شات جي بي تي، ديب سيك، كوبايلوت. هنشوف مدى فعاليه كل حاجه في تنفيذ التاسك بتاعها. تمام. هنختم ببروجكت بقى على كل الكلام ده، وهنجاوب في الاخر على سؤال: هل ال3 ايام او المده الصغيره دي كافيه ان احنا نقدر نجمع كميه هذه المعلومات ونفهمها كويس؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي.